يكون جاهز الدجاج المشوي يا جماعة. شايفين ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف، شوفوا شايفين، شوفوا المنظر. ايش رايكم؟ شيء عبارة عن ايش؟ عبارة عن ايش؟ اسمع، لذاذة. شوفوا الدجاج كيف يا جماعة، شيء رهيب. تبارك الله. الرز قد ايش نسري، شايفين الحبة تقدروا تعدوها، شايفين. اهلا وسهلا فيكم بقناتي، انا شيف وجدان محمد. اذا اول مرة تشوفوا قناتي او فيديوهاتي لا تنسوا تشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل فيديو جديد اول ما انزله. واذا عجبكم هذا المقطع حطوا لي لايك واكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وشاركوا الوصفة هذه مع اي شخص تحبوا يستفيد من هذه الوصفة او من طريقة الوصفة. طيب اليوم حسوي معاكم الدجاجة المشوية ورز المطاعم المشهور. كثير منكم طلب مني رز المطاعم وكيف نسوي تتبيلة الدجاج المشوية احلى من حقة المطاعم. انا حقول لكم اليوم بطريقة جدا سهلة وحاعطيكم كل التفاصيل وايش اسرار الدجاجة المشوية. في اسرار يا جماعة لازم كلكم تعرفوها، ولازم تعرفوا هذه النقاط. ليش؟ عشان تطلع معاكم الدجاجة جوسي من جوا، من برا متقمرة ومتحمرة ومو ناشفة، تمام، وتكون اتعدت مرحلة اللذاذة. والرز كيف نخليه نثري يا وجدان؟ نبغى نقولي لنا، انا حقول لكم اليوم كيف، وكمان كيف نسويه زي طريقة المطاعم، ناكل الرز نحس فيه طعم كذا لذيذ. انا حقول لكم ايش السر. شوفوا معايا الوصفة، اتمنى انكم تستفيدوا منها. اول شيء حنبدأ نقطع البرتقالة ونعصرها والليمون نعصره، تمام. طيب هنسوي التتبيله حقه الدجاج. في البدايه حاعصر البرتقال والليمون، وبعدين حنحط البهارات ونخلطهم كلهم مع بعض، نتاكد انه ما في تكتلات. اتخلطت التتبيله بعدها نبدا نحطها على الدجاج. ما احب استخدم العصاره كتير، فايش اسوي؟ اعصرها بهذه الطريقه. هذه اسهل واسرع. بعدين تصفوا البذور. البرتقال. طيب حتقولوا لي ليش وجدان نستخدم البرتقال للدجاجة؟ حيعطي طعم رهيب، حيعطيها طراوة، حيخليها جوسي. دائما الليمون البرتقال يعطي طراوة للأكل، طبعا مو أي أكل، نتكلم عن الدجاج يعني. طيب حنبدأ نسوي التتبيلة حقة الدجاج. حنحط شوية من عصير البرتقال والليمون، ما حنحتاجه كله، تمام. حنضيف هنا عندي بهارات، عندي تقريبا بابريكا، فلفل حار، وثوم بودرة، بصل بودرة، شوية كمون، فلفل أسود، وبهار مشكل، وإيش باقي بس خلاص، وزنجبيل كمان عشان زفرة الدجاج. تبغوا تقضوا على زفرة الدجاج حطوا زنجبيل بودرة يشيلها تماما أو فريش حسب المتوفر عندكم. وحنحتاج معجون طماطم، وححتاج كمان شوية صوص حار. بس خلاص حنبدأ نحطهم. حضيف رشة كركم، وحضيف 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون، وحتى لو كترتوا زيت وحطيتوا 4 ملاعق 5 ملاعق حتعطي طراوة للدجاج وحتخليه جوسي، وفي نفس الوقت حيعطينا طعم لذيذ. حخلط المكونات كلها مع بعض، ومرة مهم تتأكدوا انه المكونات ما فيها تكتلات من البهارات. حطينا كل المكونات، حنبدأ نقص الدجاج من الظهر، تمام. حنحطها زي كده وحنقص الظهر من ورا، الظهر كله حنشيله بهذه الطريقة. ممكن اذا ما في مقص عادي سكينة ينفع. عن الدجاجة منظفة مرة كويس. حنبدأ نتبلها. قبل ما اتبلها لازم اول شيء ندقها، تمام، عشان نقدر نسويها. لو تبغوها دجاجة كاملة زي ما هي ما يحتاج تدقوها. لو حتسووها زي ما انا حسويها بالطريقة هذه يحتاج ندقها. بعدين حنسوي شقوق في الدجاجة، حتعطي نكهة للدجاجة جوا، حتخلي الدجاجة تستوي بسرعة، وكمان حيخلي شكلها يكون مرة مشهي
كأنكم شاويينها على حجر أو فحم أو كذا. تمام. طبعا طريقة الدجاجة المشوية على الحجر هتلاقوها في الانستغرام، نزلتها قبل كده معاكم. وفي وصفات مرة كتير في الانستغرام، تابعوني في السناب، في الانستغرام، في اليوتيوب. حدق الدجاج كده بخفيف، تمام، بدون ما اخلي شكلها يخرب او الجلد يتحرك من مكانه. في نفس الوقت حتتكسر الالياف معانا وحتصير الدجاجة جوسي طرية، تمام، ما حتكون ناشفة. حبدأ ايش اسوي؟ شقوق في الدجاجة. حنسوي 3 شقوق في الوسط من منطقة الصدر، تمام، وبعدين حنسوي 3 شقوق برضو من الافخاذ والأجنحة، تمام. هذه الحركة حتعطينا تراول الدجاجة، حتخلي الدجاجة تاخذ التتبيلة من التتبيلة اللي حننقعها فيها ونحطها في الثلاجة، تمام. وقت السوى كمان حتعطيكم تحمير مرة حلو كأنكم شاويينها. خلاص كده قطعتها، وحاولوا انتوا تقطعوا تنتبهوا يعني عشان ايش؟ الجلد ما يتحرك وما يخرب شكل الدجاجة. بس حبدأ أحط التتبيلة عليها، ححط التتبيلة شوي شوية وتحطوها في الصينية، تمام، اللي حنحطها فيها في الثلاجة. وممكن يعني تدخلوها بالفرن في نفس الصينية عاد زي ما تبغوا. وبس حدخل التتبيلة على الدجاجة وأبدأ أتبلها زي كده. حاولوا أنكم تسووا لها مساج خفيف، تحاولوا تدخلوا التتبيلة في الشقوق عشان لما تاكلوا الدجاجة تحسوا إنه في التتبيلة داخلة لجوا، فهمتوا؟ طبعا حنتبلها من وراء ومن قدام، ضروري تتبلوها من الجهتين. وخلاص ححطها في الثلاجة نص ساعة كفاية، ما يحتاج ساعة ولا شيء، نص ساعة ربع ساعة كفاية. حنبدأ نسوي سلطة الطماطم، أو في بعضهم يسموها دقوس أو السلطة الحمراء، ليها مسميات كتير، تمام. طيب حنبدأ نسويها اللي هي تتاكل جنب الرز والدجاج المشوي، مرة يامي. حنسوي كمان سلطة الطحينة. في البداية حنحتاج طماطم، حنحتاج فلفل حار، حنحتاج كزبرة، وممكن نحط شوية ثوم أو بصل، أنا أفضل الثوم. حنخلطهم كلهم في الخلاط، الطريقة مرة سهلة. حبدأ أقطع الكزبرة مفروم ناعم، وحضيف في الخلاط الكزبرة، الطماطم، الفلفل الحار، عصير الليمون، رشة ملح وشوية موية، ونخلطهم. إذا تبغوا الصلصة تكون معاكم أو مو الصلصة، السلطة اللي حتكون جنب الرز أو الدقوس، تمام، حتحطوا طماطم وفلفل حار وملح، عصير ليمون فقط، تمام، ما يحتاج تحطوا كزبرة لو تبغوها حمراء. أنا أحب نكهة الكزبرة معاها، تعطيها طعم مرة رهيب، فحيطلع معاكم اللون أخضر أو على بني كذا. حطيت هنا رز حبة طويلة، تمام، اختاروا نوع يكون ممتاز. بعدها حنقعه وأغسله أول شيء، بعدين ننقعه نص ساعة. حنبدأ نحط الدجاجة في صينية الفرن اللي حندخلها الفرن. حطيت طبعا قصدير تحتها عشان ما تنعدم عليها الصينية. بعدين ححط فوق الشبك الدجاجة، تمام، حنحط كل التتبيلة اللي في الصحن فوق الدجاجة، وخلاص حندخلها الفرن. حشغل الفرن بس من تحت، وحنخلي الحرارة تقريبا 200 إلى 250 حسب قوة الفرن. حقفل الفرن وأخليها تقريبا إلى ما تستوي، تبدأ تتحمر من فوق، تشغل من فوق شويتين تتحمر من فوق، تمام. حنبدأ نسوي الرز. الرز هنا عبارة عن إيش؟ رز المطاعم لازم نحط فيه نكهة كده تعطيله طعم لذيذ، فأنا ححط هنا سمنة، تمام. تقدروا انتوا تستخدموا زيت حسب رغبتكم، تستخدموا زبدة. حطيت سمنة مع شوية زيت، وبعدين أضفت البصل المفروم ناعم. حاولوا تفرموه يعني أصغر شيء تقدروا انكم تفرموه فيه عشان ما يبان في الرز معاكم. بعدين حنكشنه إلين ما يذبل. هنا حبيت أوريكم كيف شكل الدجاجة وهي تنشوي يا جماعة. ريحة البيت كانت مرة 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 جوع، حرفيا جوع. تشموا الريحة كده، يلا يا دجاجة خلص بسرعة نبغى ناكلك. حنكمل الرز. أضفت هنا لومي، قرفة، ورق غار، وقرنفل، وهيل. طبعا اللومي حاولوا انكم تشقوا شوية كده خفيف فيه بالسكينة بحيث انه يعطي طعم مع الرز. ححمسه شويتين مع الرز. بعدين حضيف الثوم المهروس والهيل، هيل حب او مدقوق كذا شويتين، مو ناعم يكون، وبس. حنكشنهم كلهم مع بعض. بعدين حنضيف بهار مشكل وملح فقط.
حنقلب. اخر شي حنزل الرز المغسول والمنقوع، تمام. حنقلب تقليبة خفيفة بحيث انه يتجانس مع البصل وكل شيء. بعدين حنضيف الموية الحارة. ينفع تضيفوا موية عادية وتخلوها تغلي، تعلوا على اعلى شيء، وبعدين تهدوا النار وتخليه يستوي براحته. وينفع نضيف موية حارة، ونفس الشيء حنغطي ونعلي اخر شيء الين ما يبدأ يغلي زي كذا. حنهدي النار. حلو. نبدأ نسوي الطحينة. حنخلي الرز يستوي براحته. في الوقت هذا حنسوي الطحينة. اول شيء حقطع الليمون، طبعا اعصر شويتين ليمون في الصحن، اضيف الطحينة. بعدين حضيف شوية موية، حخلطهم، وحضيف مكون مهم، السكر. خلاص حنضيف سكر وحخلط. اخر شيء حضيف البصل المفروم ناعم مرة 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 مرة، عشان لا يطلع معاكم وانتوا تاكلوا الطحينة كده ويخرب الطعم. خلوه مرة ناعم او مبشور حسب انتوا ايش تبغوا، بس انا افضل انه يكون مفروم ناعم. وكذا الرز حيكون جاهز. شايفين كيف ما شاء الله صارت الحبة كده كلها متباعدة عن الثانية ونثري مرة، والريحة مرة مشهية. شوفوا معاي كيف ما شاء الله نثري. كده حتكون جاهزة الدجاجة المشوية. شوفوا ما شاء الله تبارك الله المنظر. وكده اقدر اقول لكم حرفيا اتعدت مرحلة اللذاذة. شايفين كيف المنظر؟ طيب حبدأ اغرف الرز معاكم، حوريكم قد ايش ما شاء الله نثري. ونفسي اخليكم ذوقوا الطعم يا جماعة، قد ايش رهيب والذ من رز المطاعم. طيب الدجاجة كده حتكون جاهزة معايا. شوفوا المنظر عن قرب كده واستمتعوا. انا متأكدة لو جربتوا التتبيلة اللي اعطيتكم اياها هذه حتصيروا تعتمدوها وتسووها دايما. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الرز قد ايش نثري. شايفين الحبة تقدروا تعدوها. شايفين ما شاء الله. شوفوا المنظر، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا المنظر ما شاء الله تبارك الله. يا جماعة التتبيلة جدا 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 لذيذة. طبعا الدجاجة تختاروا حجمها حسب ما انتوا تحتاجوا. تقدروا تسووا بنفس التتبيلة دجاجتين، دجاجة. الرز ممكن تحطوا معاه شوية زعفران، ممكن تقدموه كده. هذا كله على حسب رغبتكم. تمام. انا مرة انصحكم انكم تجربوا التتبيلة هذه، صراحة جدا رهيبة. تقدروا كمان تسووا كشنة للرز لو تحبوا، تقلوا البصل والزبيب تحطوه على الوجه، تقدمون زي ما انا سويته، بس انا سويت لكم اياه باسهل طريقة وزي رز المطاعم وألذ كمان. شوفوا ما شاء الله تبارك الله المنظر قد ايش مشهي. شايفين الدجاج والرز مرة نثري وريحته مو تعدت مرحلة اللذاذة اللي بعد. سويت نوعين من السلطة، سلطة الطحينة وسويت سلطة زي الدقوس تقريبا، في ناس تسميها دقوس. تمام. مع شوفوا قوامها كيف ممتاز. تمام. مع الرز. ابغى اوريكم الرز كذا كريسبي مقرمش من جوا، طري وجوسي. واو واو. والرز مرة نثري ما شاء الله وطعمه رهيب. والدجاجة من برا كريسبي ومن جوا مرة جوسي وطرية ومستوية ذايبة يا جماعة. شوفوا معايا الرز ما شاء الله. شايفين كيف نثري ما شاء الله تبارك الله. شوف نقول بسم الله. شايفين ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف. شوفوا شايفين. شوفوا المنظر. ايش رايكم؟ شيء عبارة عن ايش؟ اسمع لذاذة. شوفوا المنظر. شوفوا الدجاج كيف يا جماعة. شيء رهيب. ناخد كده قطعة دجاجة. تمام. عليها شوية طحينة. بعدين نقول ايش؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ضروري تجربوها. الدجاجة كل التتبيلة اللي تبلناها فيها متشربتها طعم التتبيلة لين جوا يا جماعة، عشان سوينا الشقوق وخليناها شوية في الثلاجة. الرز مرة نثري طعمه مرة رهيب. سلطة الطحينة. جرب الفيديو هذا كله وشاركوه مع الشخص اللي تحبوا انه يستفيد، ولا تنسوا تكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وتشتركوا في القناة واستنوني في فيديو تاني.